ازاي ممكن تعرف ان ده حب حقيقي او لا؟ 4 اسئلة بس لو سألتهم لنفسك ممكن يكشفوا ليك حاجات كتير عن العلاقة. فيلمنا النهاردة بيناقش السؤال ده باستفاضة. هنعرف سوا مع بعض الأسئلة اللي سألتها البطلة نفسها، وكمان الفيلم بيغوص في العلاقات بشكل عميق، وهو في حد ذاته رحلة لبطلتنا في تحقيق ذاتها واكتشاف نفسها. مساء الخير أو صباح الخير زي ما بتشوفنا، معاك هدير مجدي في ونس. هنتكلم سوا عن الأفلام ونحللها ونكتشف جوانب جديدة ممكن تلمس حاجات فينا. ليه اخترت ونس بالتحديد؟ عشان بشوف الأفلام أوقات كتير بتبقى ونس. الفيلم ممكن يكون نور لضلمة جواك، وأوقات ممكن يكون لحظات من الدفى اللي انت محتاجها. الفن مش بس متعة، الفن مراية نفهم منها نفسنا والدنيا حوالينا. النهاردة اخترت ليكم فيلم The Life List، وبالمناسبة هو متاخد من الرواية اللي ليها نفس الاسم للكاتبة لوري نيلسون. ويلا نبدأ الونس. بيتكلم الفيلم عن أليكس، بنت جميلة عايشة حياة بسيطة ومرتبطة بشخص علاقتهم تبدو مستقرة، وبتشتغل مع مامتها في شركتها والدنيا تمام جدا. فين المشكلة بقى؟ المشكلة ظهرت لما مامتها ماتت وسابت وصيتها، وبتقول فيها إن أليكس مش هتورث أي حاجة خالص إلا لما تنفذ قائمة الأمنيات بتاعها وهي صغيرة. إيه ده؟ قائمة أمنيات مين بالظبط؟ قائمة أمنيات أليكس وهي صغيرة، تحديدا وهي عندها 13 سنة. مامتها لقت الورقة دي بالصدفة وحست إن أليكس ماشية في طريق مش شبهها، فقررت إنها تزقها على طريق تاني، تعمل وهي ميتة اللي ما قدرتش تعمله وهي عايشة. حياة بطلتنا كانت مثالية من وجهة نظرها، بس مامتها ما كانتش شايفة ده. هتقولي بس قائمة أمنيات إيه بتاع بنت عندها 13 سنة؟ زمان كل حاجة اتغيرت والبنت كمان اتغيرت تماما. من وجهة نظري أحيانا صوتنا الحقيقي اللي كان في طفولتنا بيختفي من كتر الأصوات اللي حوالينا، ومامتها أعتقد كانت شايفة ده، وهنعرف قالت لها إيه كمان شوية بخصوص الموضوع ده. فأحداث الفيلم إخوات أليكس كانوا مفكرين إن مامتهم هتورثها الشركة لأنها أقرب ليها عنهم، بس اللي حصل إن إدارة الشركة كانت من نصيب مرات ابنها. فأليكس اتصدمت واتضايقت، خصوصا إن مامتها وصت إنها موقوفة عن شغلها في الشركة، يعني دلوقتي هي عاطلة عن العمل وما ورثتش أي حاجة. بطلتنا ما كانتش مستنية فلوس أو مجوهرات، ما كانش ده اللي مضايقها، هي كانت الأقرب لمامتها، فكانت محتاجة تشوف حبها في الحاجات اللي هتسيبها ليها. وده واضح جدا لما هي قالت للمحامي: أنا لحد امبارح ما كنتش عايزة غير سريرها القديم، ما كنتش عايزة أكتر منه. المحامي حاول يهديها واداها ورقة وتسجيل لمامتها، ولما بتروح للبيت بتكتشف إن الورقة قائمة أمنياتها وهي صغيرة، ومن ضمن اللي مكتوب فيها إنها عايزة تكون مدرسة عظيمة وتساعد الناس، وتكمل قراءة رواية معينة وتلاقي الحب الحقيقي. وبعد ما قرأت اللي في الورقة القديمة بتاعها شغلت التسجيل وظهرت مامتها فيه. مامتها بتقول لها: أنا لقيت قائمة الأمنيات بتاعك وهي بتعبر عن شخصيتك. كان عندك 13 سنة وعارفة إنك اتغيرتي، بس انتي بتهربي من أحلامك وأهدافك. أنا كنت السبب، لأني اديتك وظيفة مريحة هربتي عن حقيقتك بيها، وعايزة أقولك بس قدامك سنة واحدة. طبعا بطلتنا كانت مستغربة ومصدومة على الآخر. يطلع كل ده منك يا ماما؟ ما كانش العشم. وفي يوم بطلتنا بتتكلم مع صاحبتها بخصوص حبيبها، وقالت لها: أنا مستغربة إن ماما مستنية ألاقي الحب الحقيقي، أمال اللي مرتبطة بيه ده إيه؟ فصاحبتها قالت لها: أنا يا بنتي أخدت رأي مامتك في الموضوع ده من فترة قبل ما تموت، وقالت لي على 4 أسئلة المفروض تسأليهم لنفسك. أول سؤال: هل الشخص ده ممكن تقولي له كل اللي يجي على بالك؟ تاني سؤال: هل هو حنين؟ والسؤال التالت: هل بيساعدك تكوني أفضل نسخة من نفسك؟ يعني بتكوني في قمة نجاحك زي النجمة كده وانتي معاه؟ أما السؤال الرابع: هل بتتخيليه أب لولادك؟ فأنا بقولك دول ال4 أسئلة اللي ممكن تسألهم أو تسأليهم لنفسك، وحاول تعرف علاقتك أو حاولي تعرفي علاقتك فين بالظبط. ومن وجهة نظري هما ممكن يساعدوك في تقييم العلاقة، بس مش مقياس لمسمى الحب الحقيقي. ونرجع لفيلمنا. أليكس كانت مرتبكة مش عارفة تحدد إجابات الأسئلة، كانت متشككة في كل الأسئلة بخلاف إنها واثقة إنه حنين. قررت تواجه بدل ما تهرب، مفيش قدامها حاجة تخسرها.
وعرفت حبيبها بموضوع قائمة أمنياتها، شجعها على تنفيذها بس ما كانش بيفكر غير في نفسه، وإنه مستني الميراث عشان يأسس شركة الألعاب اللي بيحلم بيها. فكان أول قرار أخدته قبل ما تنفذ وصية مامتها إنها سابته، ويلا يا حبيبي مع السلامة. وعايزاك تعرف كمان إن شخصياتهم كانت مختلفة عن بعض خالص. أليكس كانت دايما معتمدة على مامتها في كل حاجة، سابت أحلامها وأهدافها عشان الأمان. الطفلة اللي جواها كانت نفسها في حاجات كتير بس رضيت بالواقع ونسيت حلمها. الفيلم عايز يقولك إن قيمة أمنياتنا وإحنا صغيرين ممكن تكون مراية لحقيقتنا وللحياة اللي هتكون مناسبة وسعيدة لينا أكتر. أليكس قررت بعقلها لما فقدت الأمان إنها تتحرك، لأن قبل كده كانت رافضة تخرج من الزون دي خالص، بس أول ما الدنيا اتهدت وبقت من غير شغل وسابت حبيبها قدرت تخرج من العالم بتاعها وبدأت تكتشف نفسها من جديد. أحيانا لازم الدنيا تخرجنا بالعافية من منطقة الأمان أو المنطقة اللي احنا اتعودنا عليها عشان نكتشف نفسنا. مش عايز أحرق باقي تفاصيل الفيلم، ده جزء بسيط جدا من الفيلم اللي حابب يشوفه، تفاصيله غنية وحبكته حلوة، في أبعاد أعمق لشخصية الأم بس مش هقدر أتكلم عنها عشان ما أحرقش الأحداث ليك. الفيلم برضو عايز يقول رسالة مهمة جدا كمان، إيه هي؟ لما تكون في علاقة مش شرط يكون الشخص اللي معاك سلبي أو فاشل أو سطحي أو شخص وحش عشان تسيبه. ممكن يكون شخص ناجح جدا وحد كويس بس الحكاية كلها إنه مش شبهك ومفيش حاجة مشتركة بينكم. عايزك انت اللي تدخل حياته وانت اللي تتغير عشانه، اللي هو مفيش وسط. حابة أقولك انت مش هتكمل مع نجاح الشخص ده، انت هتكمل مع البني آدم ده. وفكرة الفيلم عميقة بس اتقدمت بشكل خفيف وهادي وفي رسائل إنسانية. وفي اقتباس من الفيلم حبيته بيقولك يوجد ما هو حقيقة وما هو صحيح، على الشخص أن يفسح المجال لكليهما. يعني إيه الكلام ده؟ يعني من وجهة نظري مثلا لو شخص في علاقة مع واحدة بتستغله، فهنا الحقيقة إن البنت دي بتستغله. طيب والصح هيكون إيه اللي لازم يعمله تجاه اللي حاصل؟ هو شخص يستحق يكون مع حد يقدره لذاته، فمحتاج ياخد قراره بناء على الصح، ما يفصلش ما بين الواقع اللي هو الحقيقة وما بين الصح اللي المفروض يعمله، لأن الحقيقة لوحدها من غير ما نعمل الصح هتخلينا في نفس الدايرة المفرغة، هيفضل يشتكي إنها بتستغله، والصح لوحده من غير الحقيقة هيخليه موهوم أو مخدوع. وبكده خلصت حلقتنا، وده كان وناسنا النهاردة. اكتب لنا في الكومنتات كان ايه حلمك وانت صغير، ورضيت باللي قدمه لك الواقع ولا حاولت تحقق حلمك؟ واكتبولي حابين المرة الجاية نتكلم عن اي فيلم. انا هدير مجدي وده كان ونس.